بصراحة كده أنا مش فاشل، بس كنت بكرر نفس الغلطة كل يوم وفاكر إن المشكلة فيني أنا، لحد ما اكتشفت حاجة مهمة جدا ممكن تكون هي نفس الحاجة اللي معطلاك أنت برضه. اكتشفت إني حتى لو كنت فقير أو غني أو حتى والدي مهندس أو دكتور، مش هي دي الحاجة اللي بتحدد قيمتك ومستقبلك. اللي بيحقق مستقبلك فعلا أنت بذاتك. فلما بتوجع بتقوم ولا لأ؟ بتكمل ولا بتستسلم؟ ولا بتقول لحلمك ومستقبلك مستحيل نوصل للهدف ده؟ هو انت فعلا تكون بتجري ورا حلمك ولا ورا كلام الناس؟ في ناس بدأت من تحت الصفر فعليا ووصلت الحمد لله لهدفها اللي هي كانت بتتمناه من البداية، وفي ناس كانت معاها كل حاجة وما وصلتش لربع الإنجاز اللي وصل له اللي بدأ من الصفر. يا صديقي مش مهم دلوقتي انت فين، المهم انت رايح على فين. ذاكر، اتعب، اسهر، طبعا مش عشان الناس تقول عليك شاطر، لا، عشان تحس بطعم ومذاق الهدف لما توصل له. ابدأ، حتوصل إن شاء الله. بالتوفيق يا صديقي.